واللاباه، ومن الرباط أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس تاج الدين الحسيني. أستاذ تاج الدين، مرحبا بك معنا. أبدأ معك بما أن المبادرة جاءت من المغرب بانتظار هذه الزيارة للعاهل المغربي، ما هي خصوصية هذه الزيارة خاصة وأنها تأتي بعد أزمة معبر القرقرات؟ هي الزيارة ستكون في إطار المكالمة الهاتفية التي أجراها العاهل المغربي مع الرئيس الموريتاني السيد الشيخ غزواني، والتي هي مكالمة جاءت لتؤكد على الأهمية الاستثنائية التي تكتسيها العلاقات الثنائية بين المغرب وموريتانيا. وهذه مسألة تاريخية. نحن نحيي الذكرى ال50 لتوقيع اتفاقية الأخوة والتعاون بين موريتانيا والمغرب، وهذه الاتفاقية كان لها ما بعدها منذ ذلك التاريخ في علاقات متوافقة، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الثقافي أو على عدة مستويات أخرى. وبالتالي هذه الزيارة تأتي كذلك بعد نجاح المغرب في عملية فتح هذا المعبر الحيوي والأساسي بالنسبة للبلدين معا، وهو ممر القرقرات، الذي لاحظنا أنه منذ قام المغرب بهذه العملية التي كانت ذات طبيعة سلمية محضة ولم ترق فيها ولو قطرة دم واحدة، وأدت إلى إقامة نوع من الحاجز الأمني لتمكين هذه الشاحنات التي تعبر هذا الممر، والتي يفوق عددها 150 شاحنة يوميا، بالإضافة إلى مئات الأشخاص تمكينهم من العبور بسلامة وأمن. وبالتالي المغرب قام بهذه العملية أعتقد في تنسيق واضح مع موريتانيا، رغم ما جرى أو ما قيل من بعض الإشارات بهذا الخصوص، ولكن التنسيق موجود بين الطرفين، والنتيجة كانت هي تمكين السوق الموريتانية كذلك بالتزود من العديد من البضائع والخضروات والفواكه التي تصدر من المغرب، وبالتالي الحركة الإنسانية كذلك. نحن نلاحظ أن هذا التطور سوف يعرف مستقبلا أفضل بعد الزيارة الملكية لموريتانيا وزيارة الرئيس الغزواني إلى المغرب، لأن هذا التبادل على مستوى القمة هو الوسيلة المثلى لتحسين العلاقات وتطويرها نحو الأفضل، وللتفاضي ولتفادي تلك الأجواء الضبابية التي كانت تهيمن بين حين وآخر على العلاقات بين الطرفين. عن هذه الأجواء التي كانت ربما في الفترة، خاصة فترة الرئيس السابق والعبد العزيز، يعني إلى حد ما العلاقات الموريتانية المغربية بدأت بتطور إيجابا منذ حوالي 2.5 وصولا إلى هذه المرحلة. أين تقف العلاقات الآن ما بين البلدين دكتور سيد؟ كما قال صديقي دكتور تاج الدين الحسيني، في الحقيقة العلاقات الآن على أحسن ما يكون، ومنذ وصول الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني إلى السلطة عادت المياه إلى مجاريها الطبيعية. طبعا بالنسبة للعلاقات بين موريتانيا والمغرب لا يمكن أن تكون إلا علاقات متميزة بمستوى العمق التاريخي لهذه العلاقات، وبحكم الشراكة الاستراتيجية الموضوعية بين البلدين. فمنذ وصول الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني إلى السلطة تبلورت استراتيجية جديدة وفلسفة جديدة للعلاقات بين البلدين، خصوصا أن منذ السنتين الأخيرتين كما ذكرتم بدأ هذا التحسن، ولكن هذا التحسن أتربطه في السابق مجموعة من المعوقات ليس هذا وقت الإفاضة فيها. ولكن المهم الآن أن هناك وعي حقيقي لدى البلدين ولدى قيادة البلدين بأن مصير البلدين مشترك، وأن العلاقات بين البلدين يجب أن يكون في مستوى التطلعات، لأن هناك تطلعات شعبية. قبل أنا أود أن أقول شيء أساسي، أن حجم التبادل الشعبي والتواصل والتداخل بين الشعبين وبين البلدين يفوق بكثير مستوى العلاقات الدبلوماسية الرسمية. فعندما نتحدث عن موريتانيا، وهذا هو العمق الاستراتيجي لعلاقتين، فموريتانيا تحتاج إلى المغرب كامتداد وكمجال حيوي أساسي، كما أن المغرب يحتاج إلى موريتانيا أيضا كامتداد وكمجال حيوي. وهذه حقائق نادرا ما تمت صياغتها على المستوى الدبلوماسي والرسمي بما ينبغي، ولكن الآن أصبح هناك وعيا واضحا وصريحا بأن المرحلة القادمة تقتضي رص الصفوف وتقوية العلاقات وتوثيق الروابط بين البلدين. واعتقادي أن هذه المكالمة الأخيرة التي جرت بين الملك
محمد السادس والرئيس محمد ولي الشيخ الغزواني، اعتقادي أنها ستعطي دفعة قوية جدا لهذه العلاقات وستخرجها من هذا الوضع المتذبذب كما قال سي تاج الدين الحسيني. اعتقادي أن هذه مرحلة التذبذب قد انتهت، وأن الحرص واضح وجلي على الانطلاق بهذه العلاقات إلى مستوى يتناسب مع طبيعة الأواصر. طيب الانطلاق وتعزيز هذه العلاقات، ولعلي سأسأل هذا السؤال لأستاذ تاج الدين، هل يمكن أن يتجاوز مسألة ومبدأ موريتانيا في الحياد؟ يعني هل المغرب يمكن أن يتجاوز هذه النقطة بالنسبة لموريتانيا؟ ومن وجهة نظر الرباط، يعني هل ترى هذا الموقف أو هذا الحياد إيجابي أم سلبي؟ فعلا موريتانيا كانت تعيش منذ بروز إشكالية نزاع الصحراء، كانت تعيش بين ضفتي المغرب والجزائر بشكل قوي، وربما حتى على مستوى التوازن الإقليمي في المنطقة على المستوى الاستراتيجي كان يعرف نوعا من رغبة أكيدة لموريتانيا في البقاء بعيدا عن هذا الصراع، أي أن لا تنحاز بشكل مطلق إلى الجانب المغربي أو إلى الجانب الجزائري وتحافظ على هذا النوع من الحياد. لكنه ظل إلى فترة طويلة بمثابة حياد سلبي قد يتميز أحيانا بعد أخرى بوجود ضغوط من أحد الأطراف بحيث يؤدي إلى مواقف سلبية خاصة تجاه المغرب، الذي بعض الأحيان لاحظنا هذا النوع في العلاقات لا على المستوى الدبلوماسي، عدم وجود سفير لاحظنا، وحتى على مستوى العلاقات الثنائية بين التبادل واستقبال الطلبة الموريتانيين إلى آخره، وحتى لجنة التعاون المشترك التي تم تجميدها لفترة من الزمن. هذه الأشياء لاحظناها، ولكن اليوم لدي نوع من الاعتقاد اليقيني على أنه بعد هذه المكالمة وتحديد إمكانية الزيارة في مستقبل قريب بل تبادل الزيارات، هناك رغبة صادقة، وهذا ظهر حتى في الأسلوب الذي اتبعه السيد الشيخ الغزواني في تعامله مع الملف المغربي الموريتاني. سوف يكون لهذا ما بعده، وسيتحول هذا الحياد السلبي فعلا إلى حياد إيجابي. وما أعنيه هنا بالحياد الإيجابي هو بالأساس بناء تعاون أكثر متانة بين الطرفين من خلال الأذرع الاقتصادية المغربية التي يمكن أن تلعب في موريتانيا دورا أكبر من الذي لعبته في دول أخرى مثل السنغال أو أثيوبيا أو إلى آخره. هذا الدور يمكن أن يلعبه المكتب الشرعي في الفوسفات، يمكن الخطوط الملكية المغربية، وهناك طائرة أعتقد يوميا مكتظة بالمسافرين تنتقل بين المغرب وموريتانيا. أي هناك كما قال زميلي قبل قليل رغبة شعبية قوية أن يتم تكثيف هذا التعاون إلى أبلغ المستويات، لكن كذلك حتى ولكن هل هذه الرغبة الشعبية يعني تنسحب على الجميع بالنسبة لموريتانيا؟ دكتور السيد، الرأي العام الموريتاني جاهز لهكذا مصالحة، خاصة أنه علاقات ربما متشابكة ذات حساسية مع الصحراء وأيضا حتى مع الجبهة، بعض القيادات فيها لديهم الجنسية الموريتانية وبسبب ما يسمى أيضا بصلات أبناء العمومة. يمكن تجاوز مثل هكذا تحديات أمام العلاقات المغربية الموريتانية عندما نتحدث عن هذا الحياد الذي تؤكده موريتانيا؟ يعني حتى في أزمة الجرجارات التزمت الصمت، التزمت الحياد رغم الضرر الاقتصادي الكبير لجهة واردات الغذاء التي تأتي من المغرب ليس فقط لموريتانيا بحوالي 70% ولكن للقارة الأفريقية، مقابل صادرات موريتانيا من الأسماك باتجاه المغرب وباتجاه أوروبا كذلك. لم نسمع صوتا لموريتانيا حينها. في الحقيقة هناك ما يسمى بالدبلوماسية، دبلوماسية الصحراء. يعني أهل الصحراء عادة لا يتكلمون كثيرا ويتكلمون بمنطق الإشارة والإيحاء أكثر من المنطق الصريح. ومع ذلك موريتانيا أعلنت دوما أنها طرف مهتم بموضوع الصحراء. الرئيس محمد ولي الشيخ الغزواني ولد عبارة تبلورت خلال 40 سنة الماضية أن موريتانيا تعتمد الحياد الإيجابي في قضية الصحراء، وهو نفسه في مؤتمر صحفي قال نحن نحتاج إلى عبارة بديلة. والاعتقادي أن التحول الآن هو من مجرد الحياد، لأن موريتانيا لا يمكن أن تكون محايدة لا إيجابا ولا سلبا في موضوع يتعلق بعمق أمنها الحيوي وبعمق مصالحها الاستراتيجية. في الحقيقة لو نظرنا بصفة موضوعية نجد أن موريتانيا هي عمق هذا المجال الصحراوي بمفهومه الأوسع. هذا المجال الصحراوي ينطلق من جنوب مراكش
وبصفة خاصة من منطقة قليمي موادنون، ويمتد إلى هذه الصحراء الواسعة في قلبها موريتانيا، ويمتد حتى إلى منطقة أزواد في شمال مالي. هذه المنطقة في الحقيقة هي مجال مشترك بشريا واقتصاديا واستراتيجيا، ولذلك موريتانيا لا يمكن أن تكون بعيدة عن كل ما يجري في هذه المنطقة. ولذلك موقفها الآن الذي أصبح صريحا أنها تسعى إلى أن توظف هذه المكان المحورية التي لها في هذا الفضاء الواسع من أجل حل هذه المشكلة المطروحة بالتناغم مع ما هو مطروح على الساحة الدولية. لا ننسى أن ملف الصحراء منذ سنة 1992 أحيل إلى الأمم المتحدة، والمغرب هو نفسه الذي طرح فكرة الاستفتاء واستفتاء تقرير المصير في منطقة الصحراء، وهو الذي قدم مشروعا أنا أعتقد أنه مشروع واقعي ومشروع إيجابي وممكن لتحقق هذه الفكرة التي تجمع بين ولكن عموما يعني مسألة الاستفتاء الآن المغرب ما يطرح والحكم الذاتي الموسع، على اعتبار هناك خلافات فيما يتعلق بالاستفتاء ومن يحق له الاستفتاء كذلك دكتور سيد. أنا اعتقادي أن هذا الموضوع تم تجاوزه. يعني الاستفتاء الأصلي الذي تم على سنة 1992 اصطدم بكثير من العوائق العملية. لا تنسى نحن في هذه المجتمعات الصحراوية ليست عندنا حالة مدنية دقيقة، وفي تشابك بين القبائل، وفي تشابك بين الهويات، ما بينه موريتاني وما هو مغربي، ومن هو حتى من الصحراء الجزائر، ومن هو من صحراء مالي إلى آخره. هناك تشابك على المستوى القبلي معقد جدا. ولذلك أنا اعتقادي أن الحل لابد أن يبدأ أولا بتوافق إقليمي، وهذا التوافق الإقليمي هو الذي سيصاغ فيما بعد في شكل استفتاء. واعتقادي أن فكرة الحكم الذاتي الموسع أنها هي الخيار الواقعي الممكن، والمغرب قدم هذا المشروع من سنة 2007، واعتقادي أنه مشروع قابل للإنجاز، وأنه هو المشروع الحل المستقبلي المطروح على الساحة، ويحتاج إلى عملية توافق إقليمي واسعة طبعا في الجزائر وفيها موريتانيا من أجل تمرير هذا الخيار الذي هو خيار مطروح من سنة 2007 كما قلت، وهو مطروح للنقاش، وهو الأفق السياسي الذي سيسمح بدون شك بحل هذه المعضلة التي عطلت كثيرا بلدان المغرب العربي، وعطلت هذا المشروع، مشروع اتحاد المغرب العربي الذي هو الأمل بالنسبة للشعوب هذه المنطقة. ونحن هنا بالنسبة لموريتانيا لسنا كغيرنا، نحن نتشبث بهذا المشروع ونطمح له، ونعتقد أنه بالنسبة لنا خيار حيوي لا محيد عنه بالنسبة لاستمرارية البلاد واستقرارها وأمنها. أستاذ تاج الدين، يعني ضيفنا من نواكشوط قال بأن موريتانيا تمثل عمق المجال الصحراوي بشكل عام. ما الذي تمثله موريتانيا والأبعاد والأهداف الاستراتيجية بالنسبة للرباط؟ فعلا موريتانيا لها أهمية استراتيجية بكل تأكيد في علاقتها بالمغرب، لأنها هي المدخل الرئيسي من طرف المغرب لكل بلدان إفريقيا الغربية وبلدان إفريقيا ما وراء الصحراء. وقد لاحظتم خلال الزيارات السابقة للعائل المغربي والتي انطلقت منذ 2015-2016 ووضعت نموذجا جديدا للتعامل مع البلدان الإفريقية، والذي يقوم على مبدأ تعاون جنوب-جنوب كوسيلة أساسية لإنعاش التنمية المستدامة في هذه البلدان. استراتيجية جنوب-جنوب تقوم كذلك على مبدأ المصلحة المشتركة وعلى مبدأ رابح في التعامل الاقتصادي. ولدى الجميع اليوم نوع من القناعة الأكيدة بأن كلما ترسخت وسائل التعاون الاقتصادي بين الأطراف المعنية في المنطقة وعلى رأسهم موريتانيا والمغرب، إلا وكانت النتائج مفروضة على الجميع، وحتى التغييرات السياسية التي قد تطرأ بين حين وآخر لا يمكنها أن تزعزع تلك الروابط الاقتصادية القوية التي تم تأسيسها. وأعتقد أن هذه الشراكة هي مرشحة اليوم لكي تذهب بعيدا في ضمان هذا الطريق المهم الذي سيكون مفتوحا ما بين طنجة نواكشوط إلى دكار وباقي البلدان الإفريقية الأخرى، بعد أن غاب السكك الحديدية التي كان يفرض أن تمر من تونس إلى قلب إفريقيا. كذلك التعاون يعني على مسألة العلاقات مع السنغال لا يمكن أن تؤثر سلبا على موريتانيا بالنظر لربما المشاكل التي تجمع موريتانيا بالسنغال.
لا بالعكس، كلما تحسنت العلاقات بين المغرب وموريتانيا إلا وانعكست آثارها الإيجابية على السنغال، لأن علاقات السنغال بالمغرب جد وطيدة، وربما حتى التوترات التي عاشها البلدان أحيانا بين موريتانيا والسنغال كانت ربما